السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتساب العائد من البنك الأهلي المصري. أنواع الشهادات من بنك الأهلي بعد انخفاض الفايدة. أول شهادة معانا الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد المتناقص. وبالنسبة لاحتساب العائد بينخفض مع تخفيض البنك المركزي. وطبعا لو هتصرف العائد سنويا في السنة الأولى 27% فايدة 27%، وفي السنة الثانية 22%، وفي السنة الثالثة 17%. وبالنسبة للشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد المتناقص، الشهادة اللي بعد كده اسمها شهادة 3 سنوات ذات عائد ثابت ولكن متناقص، يعني كل سنة ليها عائد ثابت. طب لو هتصرف الفايدة شهريا في السنة الأولى 23%، وفي السنة الثانية 19%، وفي السنة الثالثة 15%، وده طبعا عائد شهري كل شهر. أما بالنسبة لأفضل شهادة موجودة في البنك الأهلي حاليا الشهادة الثلاثية. الشهادة الثلاثية يعني كل 3 سنوات بعائد ثابت شهري 18.5%. وبعد كده الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، والحد الأدنى لهذه الشهادة 1000 جنيه. طبعا الفايدة بتاعته مرتبطة بالبنك، يعني البنك المركزي لو الفايدة نزلت هينزل معاها، ولو طلعت هتطلع الفايدة معاها. العائد بتاعها 24.25 كل 3 شهور. الشهادة الخماسية هي أفضل في البنك الأهلي من بنك مصر، والشهادة دي ذات عائد شهري ثابت لمدة 5 سنين. الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، والعائد بتاعها 4.25% بالنسبة ل5 سنين، وده طبعا عائد كبير. وبكده هيبقى دول ال5 شهادات اللي موجودة في البنك الأهلي، وزيهم طبعا في بنك مصر. وطبعا الفايدة نسب قليلة جدا ما بين البنكين، ولكن لو حضرتك حابب تنقل فلوسك من البنك الأهلي لبنك مصر أو من بنك مصر لبنك الأهلي بسبب فايدة يعني بسيطة، هيكون الأفضل تفضل في البنك اللي انت فيه أحسن ما تنقل لبنك تاني، لأن طبعا الفايدة هتكون مش كبيرة قوي. وشكرا لحضراتكم جدا، ونرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.